بنتكلم عن بداية ظهور النقود في مصر الفرعونية. إزاي بدأت النقود في مصر. نعلم أن تطور النقود في مصر القديمة مر بمرحلتين. الأولى هي مرحلة أشباه النقود، حينها كان المصريين بيتداولوا قطع معيارية من المعادن حسب وزنها، في الغالب كانت بتاخد شكل حلقات أو أقراص. وننظر للجدارية اللي احنا بنستعين بها النهاردة في الشرح. بنشوف الميزان وعلى إحدى كفتيه حلقات ذهبية، وعلى الكفة الأخرى وزنات صنج ميزان على هيئة حيوانات زي الطور وفرس النهر. وبنشوف على اليمين كاتب بيقوم بتسجيل أعداد الحلقات بعد وزنها أو رصها. بنلاحظ كمان إن حلقات بلون أبيض دي معناها فضة. وأسفل الجدارية بنعرض نموذجا لإحدى الحلقات الذهبية المصرية القديمة، بجوارها نموذجين لسنج الميزان الجدارية والحلقات الذهبية، والسنج كلها بتنسب لفترة الأسرة الثامنة عشر. وجدير بالذكر أن أشباه النقود تلك لم تكن تحمل أي نقوش، والتعامل بها كان بيتم جنبا إلى جنب بالمقايضة اللي هي التقليدية. يفضل سؤال اللي هو الأصعب: متى بدأ ختم المعادن لتنتقل لمصر من مرحلة أشباه النقود إلى مرحلة النقود؟ ده اللي احنا إن شاء الله هنتعرف عليه في الفيديو اللي جاي. أنا قلت اتفرجوا وخدوا فكرة عن بداية ظهور النقود أو أشباه النقود في مصر.